هالو، أهلا بكم على قناتنا على اليوتيوب Deutsche mit wir. Wenn und als معناهم هما الاتنين بمعنى عندما، بس في فرق بينهم. عارف ايه هو؟ لو مش عارف تعال نتعرف عليهم مع بعض. نتعرف الأول على als. استخداماتها: تستخدم للحالات اللي حدثت في الماضي مرة واحدة فقط. لا تستخدم للشروط، يعني ما بتجيش مع جملة شرطية. بتأتي عادة مع الأفعال اللي في الماضي. بنستخدمها للإشارة إلى حدث معين في الماضي حصل وما بيتكررش أو لا يعاد مرة أخرى. تعالوا نشوف استخدامات فين ايه. تستخدم للحالات اللي بتتكرر. تستخدم للشروط، يعني بتيجي مع جملة شرطية. بتيجي مع الأفعال في المضارع أو بالمستقبل. وبتستخدم كمان في حالات الاحتمالات. Als ich in Berlin war, besuchte ich den Zoo. يعني عندما كنت في برلين زرت حديقة الحيوانات. يعني معناها لما رحت برلين ما تكررتش تاني، فزرت حديقة الحيوان، عشان كده استخدمنا als. المثال الثاني: wenn es regnet bleibe ich zu Hause. عندما تمطر أبقى في المنزل. المطر ده حاجة متكررة ممكن تحصل أكتر من مرة، فعشان كده أنا قعدت في البيت، فعشان كده استخدمنا wenn. Als er ankam haben wir gegessen. يعني عندما وصل تناولنا الطعام. معناه هو جه، خلاص موضوع خلص، ان هو جه مش هيتكرر تاني. haben wir gegessen تناولنا الطعام، عشان كده استخدمنا als. Wenn ich müde bin, gehe ich früh ins Bett. يعني لما بكون تعبان أروح على الفراش مبكرا. يعني لما بيتكرر التعب بذهب إلى الفراش، عشان كده استخدمنا wenn لتكرار الحدث. Als ich Kind war, aß ich viel Schokolade. يعني عندما كنت طفل كنت باكل كتير من الشوكولاتة. يعني وانا صغير مش هتتعاد ان انا ابقى صغير تاني، فعشان كده استخدمنا als. Wenn ich Geld habe, kaufe ich ein neues Auto. عندما يكون لدي المال هشتري عربية جديدة. معناها دي حادث ممكن يحصل في المستقبل، عشان كده استخدمنا wenn. كده الفرق وضح بين when و als. أتمنى يكون الشرح واضح ومفيد وسهل عليكم. تشوس.